السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. هنتكلم النهاردة عن 5 أمور. رقم 1، مباراة الأهلي الهامة وهامة جدا جدا جدا. بكرة لو فزنا بأمر الله أقدر أقول بنسبة 90% إن الأهلي خد البطولة بمشيئة المولى عز وجل. مباراة صعبة بكل مقاييس. هنتكلم عن الخطة المفروض تكون موجودة والمتوقعة، والتحكيم اللي هيكون عامل كبير قوي. وفي رقم 1 داعم للأهلي. الأهلي هيغيب عنه وسام، بس واحد جمهور الأهلي راجع له في الماتش ده، ودي قوة ضاربة للنادي الأهلي. النقطة التانية هنتكلم عن لجنة الظلمات، وقلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، الفيديوهات اللي فاتت، بنسبة 90% هيفضل الأمر كما هو عليه، وده اللي حصل فعلا. رقم 3 بيراميدز الزمالك هيروحوا للفيفا. طب بيراميدز وعارفين الزمالك دخله ايه؟ مش عارف، نكش وخلاص. رقم 4 الأهلي يعاقب الزمالك. الناس شايفة كده، وأنا شايف إن الأهلي بيدور على مصلحته. رقم 5 والأخير، المدرب الجديد هيمسك من إمتى والمتوقع هيكون إيه. قبل أي حاجة عايزين نصلي ونسلم على أشرف خلق الله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. جمعة مباركة على الجميع بإذن الله. وما تنسوش قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والدعاء كل ساعة. ربنا يجعلها تقبل منكم إن شاء الله. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة مباراة بنك الأهلي هي مباراة الدوري، ده أنا بالنسبة لي. بكرة اللعيبة ماتش سيراميكا اللي احنا شفناه ده، لو شفناه بكرة احنا هنخسر قوي، وهنضيع فرصة الدوري. لازم يبقى في حافز قوي جدا، اللعيبة تفوق لنفسها. الدلع اللي احنا شفناه ده مش هينفع. الأهلي لازم ينزل بقوة ضربة. طب ليه؟ بكرة بنك الأهلي عنده ناس تقيلة قوي. اسحاق يعقوب باك شمال زي ما بيقول الكتاب، فايدة تقيل قوي، سريع جدا، رجليه تقيلة قوي، واوفراته قاتلة. يو النور وأسامة فيصل يمين وشمال كوارث، يتعبوا اي دفاع ومقلقين جدا. لازم بكرة الهافات اللي بتلعب وينجات قدام ترجع تساند الدفاع. ارجو ان يكون محمد هاني رجع، هتفرق كتير جدا. رقم 3 برضو من قوة البنك الاهلي، احمد ياسر ريان تقيل قوي يا جدعان، تقيل قوي برضو. ومدبولي ومحمد ابراهيم. لا، فريق عنده كورة، فريق تقيل كرويا. لو ما فوقناش الدوري هيضيع. مباراة صعبة وصعبة جدا. فالاهلي ينزل زي ما نزل الماتشين اللي قبل 3 ماتشات اللي قبل سيراميكا، ضاغط 1 و2 وخلص. خلي بالك ان البنك الاهلي عامل لك عقدة. انت دايما لما بتخسر منه لما بتتعادل. الدور الاول انت متعادل معاه 2-2، واللي قبليها انت خسران 4-3. وخلي بالك التحكيم، وننبه على الإدارة، التحكيم في ماتش بنك الأهلي بيظلموك بكوارث. مش هننسى الجون اللي اتلغى من اللي سجله أيمن أشرف، وقبليها ربيعة اللي بيقول لك أصل الكورة اتحركت وما اتحركتش، مش لعبت من فاول ثابت. دي لعبة جديدة، أنا مش فاهم. والماتش الاول انت ليك ضربتين جزاء ما تحسبوش اللي انت اتهزمت فيه 4-3. نخلي بالنا يا جماعه، تحكيم عليه عامل بكره. بنك الاهلي فريق تقيل قوي، تقيل قوي، عنده لعيبه كوره. وخلي بالك اتعادل الماتش اللي فات مع الحرس، هيجي جازز عشان عايز ياخد المركز الرابع عشان يشارك في الكونفدراليه، اللي بالمناسبه هتبقى تقيله جدا. فنخلي بالنا. اتمنى بكره الدفاع لو محمد هاني سليم ينزل، الدفاع يكون اشرف داري تقيل، ومعاه العش او ودي العش شمال دفاعيا حلو جدا، وتنزل ياسر ابراهيم جنب اشرف داري. خط الوسط مروان عطيه، السوليه يلعب شوط واحد وننزل شوط تاني احمد رضا، او ابدا باحمد رضا وننزل السوليه الشوط التاني، لان هيبقى في كوره كتير في وسط الملعب، هيبقى في جري كتير، والسوليه مش هيقدر يديك الجري ده. طاهر يمين، اشرف بن شرقي اللي لاعبين مباريات كويسه، وللاسف خسرانين اسامه ابو علي للاصابه، فهينزل جريديشار وربنا ييسر الامور. اسامه ابو علي اتصاب في التواء في الكاحل، هيقعد معرفش قد ايه، بس المؤكد ان هو مش هيلعب مباراه بكره.
اللي هتبقى مباراة صعبة جدا، واتمنى يكون الفوز حليف الاهلي بامر الرحمن. ولو كسبنا بكره بنسبه 90% انت خدت الدوري بمشيئه المولى عز وجل، لان المباراه اللي بعديها انت محتاج نقطه او فوز، ان انت ما تخسرش، عشان لو تعادلت في النقاط وبيراميدز كسبت المطوشه بتاعتها الماتشين الباقيين يبقى انت متفوق بفرق الاهداف عن بيراميدز، فرق 8 او 9 اهداف غالبا. نخلي بالنا، واتمنى بكره التحكيم يكون عادل، مش عايز اكتر من كده، حق ادهولي وحقهم ادهم، انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز ان التحكيم ينزل يساعدني، والتحكيم من 3 ماتشات اللي فاتوا زي الزفت. فنخلي بالنا خاصه الماتش اللي فات بسيوني عمل كوارث مع الاهلي، فاولات ما تتحسبش وفاولات عكسيه وما بيحسبش فاولات رسمي نظم، مفيش كده. اتكلم عن النقطة التانية، لجنة التظلمات. سبق في الفيديوهات اللي فاتت قلت لكم بنسبة 90% يبقى الحال كما هو عليه، وده اللي حصل. قال لك هيرضي الكل، الاهلي هيتخصم منه مباراة الزمالك، هيبقى يعتبر خسران 3-0، وهيبقى عنده مش هيتخصم منه 3 نقاط في اخر موسم، وده المتوقع. طيب اثار ايه ده بقى؟ اولا الاهلي قال لك هرحل ده للجنة الشؤون القانونية، وهم يشوفوا هل ده ينفع، هل احنا نطلع على محكمة الكاس الدولية ولا لا. الاهلي ملخص كده، الاهلي خد الدوري مش هيطلع على الكاس ولا هيعمل اي حاجة، ما خدش الدوري هيطلع. طيب ده بقى ولع في بيراميدز ولع في الزمالك. طيب انا بيراميدز ماشي حقه عشان بيعافي مع الاهلي وفرق ما بين الاهلي نقطتين ومش عارف ايه. البيراميدز قال لك هطلع على كاس وهطلب ان ما يعلنش الفايز بالدوري غير بعد لما الكاس تحكم بالقضيه. لا، هو مش هينفع، هو انت حقك ان انت تطلع وحقك ان انت تطالب ان انت تقدم القضيه هناك، ده حقك عشان انت فرق بينك، بس مش من حقك ان انت ما تطالبش ان يعلن مين بطل الدوري، ده مش حقك خالص. لما يتحكم بقى في القضيه ساعتها نبقى نتكلم، يبقى في كلام تاني يعني. طيب ده حق بيراميدز. الزمالك طالع ليه؟ هو نكش مع الاهلي وخلاص؟ انا مش عارف بصراحه، يعني الزمالك طالع ليه؟ انا عايز حد يقول لي الزمالك طالع ليه. انا مش لاقي بصراحه مبرر ان الزمالك يطلع. الزمالك انت كنت طاير في المباراه، بس انت كده يعني خدت 3 نقاط ما خدتهمش، هتفضل تالت زي ما انت، ولا تستفاد حاجه، ولا انت بتجامل بيراميدز زي ما جاملتهم في الماتش بتاعك معاهم؟ الله اعلم. طيب النقطه الرابعه بقى، هل بسبب نكش الزمالك ده الاهلي طير الزمالك من كاس العالم للانديه لكره اليد؟ بصوا يا جماعه، هو لو العلاقه ما بين الاهلي والزمالك كويسه كان الاهلي هيدخل الزمالك ك كمستضيف يعني كبطل مصر المستضيف. لان بصوا يا جماعه، كاس العالم للانديه في اليد هيتلعب في مصر، فبطل الدوري حقه ان هو يلعب البطوله كمنظم للبطوله. طب مين بطل الدوري؟ الاهلي. ومين تاني هيشارك من افريقيا؟ بطل السوبر الافريقي. طب مين بطل برضه السوبر الافريقي؟ الاهلي. فبقى الاهلي عنده حلين، ان هو يشارك كبطل مصر ويشارك كبطل السوبر الافريقي، معاه كارتين هو يختار منهم. طب الاهلي الناس بتقول لك خد كارت ان هو كمستضيف للبطوله عشان يطير الزمالك بره البطوله. لا، هي ما تتحسبش كده. بس انا لو كانت العلاقه ما بين الاهلي والزمالك كويسه من قبل كده كان الاهلي ممكن يدخل الزمالك معاه، بس الاهلي بص لمصلحته، خلينا واضحين. طب ايه المصلحه؟ المصلحه ان الاهلي هيشارك كبطل مستضيف للبطوله، عنده حق ان هو يختار المجموعه اللي يقع فيها، طبعا يختار احسن مجموعه. الحاجه التانية ان هو يلعب اول مباراه قصاد الفريق اللي هو هيختاره من المجموعه بتاعته. فانا ليه ما استفادش؟ لا استفاد، نفسي، حقي. كده كده الزمالك بيضرب فيك من تحت لتحت بظلم وجاي عليك. طيب خلاص اشرب، بس بكل بساطه يعني. فالناس اللي بتقول لك ان الاهلي وقف قصاد الزمالك او طرده بره البطوله الافريقيه، لا انا مش شايف كده. انا شايف ان الاهلي دور على مصلحته، بس برضو شايف ان لو العلاقه وطيده ما بين الاهلي والزمالك واللي يكسب الف مبروك ويهني التاني وخلاص، كان ممكن الاهلي ياخد الزمالك معاه ببطوله كاس العالم للانديه، بس الزمالك هو اللي عمل كده. اخر حاجه هنتكلم فيها عن مدرب الاهلي. مدرب الاهلي خلاص نسبه 99% هو المدرب الاسباني ريفيرو.
طب هيمسك من امتى؟ كلام بيتقال ان هو ممكن يمسك من مباراة فاركو. طب ده هيتحدد امتى؟ بكرة، على حسب نتيجة بكرة ان شاء الله. اتمنى الفوز للاهلي، اتمنى ان احنا نشوف كرة جديدة مع ريفيرو، اتمنى يكون المدرب هو اللي قادر يتحكم في اللعيبة، يتحكم في اللعيبة عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي والاحوال عاملة ازاي، وان هو يقدر يربط اوضة اللبس، يحزمها صح. توفيق للاهلي ان شاء الله. بكره ان شاء الله مباراه صعبه جدا مش سهله، بس بمشيئه المولى عز وجل يكون الفوز حليف الاهلي. حلقه بسيطه من برنامجكم جيف مي 5، كان معاكم احمد اسماعيل تورنيدو. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان القناه تعلى بيكم ان شاء الله. سلام عليكم.